ايه هو حكم طلاق الغضبان؟ طيب، بعد ما اتكلمنا بفضل الله عز وجل عن حكم طلاق السكران وقسمنا السكران إلى قسمين، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن طلاق الغضبان. ولو سمحت ركز معايا علشان الغضب، الطلاق لا يقع إلا في غضب. وبلاحظ فتاوى كتير قوي 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 بالناس بتروح بتتحايل على المفتي عشان تسأله أسئلة، بيلوعوا فيها في الأسئلة علشان خاطر يرجع لمراته يقول لها لا خلاص الشيخ أفتاني من إن الطلاق لا يقع. حبيبي لازم تبقى أنت فاهم أن الطلاق لا يقع إلا من غضبان، دي قاعدة لازم تتفق عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو يعني ايه كلمة الغضب؟ الغضب لما جم علماء اللغة اتكلموا فيه قالوا هو حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري يحل على الإنسان إذا عاد عليه أحد بالكلام. مفيش إنسان بيصحى من نفسه كده غضبان أو متضايق أو نازل الشارع متضايق، لا، في حاجة بتحصله بتخليه يبقى غضبان. ومن هنا العلماء اتكلموا على أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بالله عليك ركز معايا. الحالة الأولى يقع بالإجماع، والحالة الثانية لا يقع بالإجماع، والحالة الثالثة اختلف العلماء فيها. الأئمة الأربعة قالوا بقول ضد شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. عشان بس تبقى انت فاهم ان في فتاوى والله العظيم لو خدنا فيها بكلام جماهير العلماء او الائمه الاربعه، عايز اقول لك احنا هندمر تقريبا 95% من بيوت المسلمين. طب ايه الحالة الأولى إن الطلاق يقع فيها بالإجماع؟ قالوا هو إذا أتى الغضب في مبادئه بحيث يحل أو بحيث يشعر الإنسان بما يقول ويعي ما يقول، ودي الحالة اللي كل الرجالة بتطلق فيها. 90% من الرجالة إن لم يكن 100%، 95% من الرجالة بيقع فيها. اللي هو بيبقى متنرفز ومتضايق لكن هو واعي وفاهم ايه اللي بيحصل، ودي اللي بتقع بين الراجل مع مراته، كلمه من هنا على كلمه من هنا، شد وجذب، صد ورد، هو يقول كلمه هي ترد عليه، يا وليه ما تستفزنيش، يا وليه اخرجي من دماغ اوب كده، طب طلق انت طالق. طلاق وقع في حاله غضب، وده يقع بالاجماع لانه قال شفوي. سيبك بقى من اللي يجي يقول لك اصل احنا ما طلقناش رسمي ولازم يكون في المحكمه. لا يا حبيبي، ما فيش الكلام ده. الطلاق الشفوي يقع بالاجماع، يقع بالإجماع، لكن اختلفوا هل هناك لابد أن يكون في إشهاد ولا لا. هنبقى نعمل لها فيديو حكم الإشهاد على الطلاق. طب الحالة الثانية اللي الطلاق لا يقع فيها بالإجماع، وهو اللي النبي قال فيها حالة الإغلاق، إن في ناس من شدة الغضب بيغلق على عقلهم، ما بيبقاش واعي هو بيقول إيه، بيوصل لمرحلة الثوران، بيحس يقول لك انا بص انا ما بشوفش قدامي. هو ده اللي بيسميها عندنا بالمصري بيسموها ايه، بيهلفط بالكلام. يقول لك انت طلقت مراتك، انا والله ما كان قصدي، انا ما قلتش كده، لا انا ما طلقتش يا عم، انت قلت لها وانت غضب، في حاله الغضب انت طالق، والله انا ما كان قصدي، انا ما شفتش. هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه ايه، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. عقله بيغلق عليه، ما بيبقاش واعي هو بيقول ايه. ده الطلاق بتاعه لا يقع. ليه؟ لان احنا قلنا في طلاق السكران لا طلاق الا عن قصد وعن نيه، وده ما قصدش وما اردش، هو مش واعي هو بيقول ايه. طيب، وده اللي وقع مع سيدنا موسى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا ألقى الألواح. يا ربي، الألواح دي كان فيها كلام الله، إزاي واحد يرمي كلام الله؟ إزاي واحد بلغتنا زي النهارده زي المصحف، إزاي واحد يرمي المصحف؟ من كتر الغضب بتاعه أغلق على عقلي. لما رجع تلاقي القوم بيعبدوا العجل الذهبي من دون الله، كيف؟ وساعتها أخذ برأس أخيه يجره إليه، مع إن سيدنا هارون أكبر منه، إزاي يعمل معقول كبير كده؟ ولكن لما سكت عن موسى الغضب، ايه اللي حصل بقى؟ دعا ربنا، قال ربي ظلمت نفسي واخي فاغفر لي. قعد يدعي ربنا بقى ان يغفر له على اللي حصل. اخر حاله، ودي الحاله اللي العلماء بيتكلموا فيها، اللي هو ايه بقى، واحد بيبقى وصل لمرحله الغضب الشديد جدا 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 جدا، بس خد بالك ما بيبقاش فاكر هو قال ايه. بيبقى قاعد مع مراته بيتخانق، بيوصل لمرحلة ان هو من كتر الخناق وسرعة الكلام يقول لها انت طالق، بس ما يبقاش فاكر هل هو قال لها ولا ما قالهاش. هي دي المرحلة اللي العلماء اختلفوا فيها. الأئمة الأربعة قالوا يقع، الأئمة الأربعة قالوا يقع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وده اللي بتاخد بيه المحاكم المصرية ودار الإفتاء المصرية والعلماء دلوقتي، إن هو لا يقع. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن هو عن غير قصد وعن غير نية، ما كانش قاصد، ما كانش واعي. واحد جاي يشتم مراته وراح قال لها أنت طالق، هنا العلماء قالوا لا يقع. وده بصراحه القول اللي انا باخد بيه يا اخوانا، والا لو خدنا بكلام الائمه الاربعه يلي بتقولوا احنا بناخد بالائمه الاربعه وجماهير العلماء، خلاص خد بكلام جماهير العلماء في المساله دي.
لكن الصواب الذي ندين الله به قول شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن القيم، على ان الطلاق في هذه الحاله لا يقع. الواحد جاي يشتم مراته او جاي يسبها او الى اخره، لا انت طالق، وده لا يقع يا اخوانا، لكلام رسول الله لا طلاق في اغلاق. خلاص، بس كده خلصنا. ان شاء الله تعالى الفيديو القادم هنتكلم عن حكم طلاق المكره، لان هل يقع ولا لا. هتيجي تقول له هو كمان المكره ممكن طلاقه يقع؟ طب واحد بيكرهه، ايوه، ما هو في اكراه بحق وفي اكراه بغير حق. ده بقى اللي احنا هنعرفه الفيديو القادم بمشيئة الله تعالى. اشترك معنا وشارك المعلومات القيمة دي، عل الله ينفع بنا وبكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.